بنتكلم النهاردة عن ملخص فيلم هيدن اللي بيتكلم عن فيروس غريب بينتشر في واحدة من المدن الأمريكية. وقتها بتضطر الحكومة تفرض الحجر الصحي على المواطنين. ساعتها بتضطر أسرة موجودة إنها تستخبى تحت الأرض. فيا ترى هيقدروا يهربوا من اللي هيحصل لهم؟ ده اللي هنشوفه في فيلمنا. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول. وفي بداية الفيلم بتصحي الطفلة زوي أمها كلير وبتقول لها إنها مش عارفة تنام. ولما بتقوم كلير من على السرير بتلاقي زوي مستخبية تحته، وبتقول لها ان صاحبتها اوليف هي اللي خايفة ومش عارفة تنام، وكمان هي اللي قالت لها لازم نستخبى تحت السرير، وخصوصا بعد ما حلمت انهم لقونا. لما بتسألها كلير هما مين اللي لقوكوا، بتقول لها زوي انهم المتنفسون. لما بتسمعها امها بتتضايق، تقول لها على حسب ما اتفقنا على حسب القاعدة الرابعة اننا ما نجيبش اسمهم، وكمان ابوكي راي طول الليل سهران ومفيش حد قرب من المكان. وبنكتشف وقتها ان اوليف هي العروسة اللي مع زوي لانها صاحبتها الوحيدة بتعاملها اكنها عايشة. وقتها بتشد الزنبلك بتاعها عشان تضحك، وبالصدفة الزنبلك بيعلق وبتقول لها زوي انها مش عايزة تضحك عشان خايفة. ده اللي بيخلي كلير تحاول تطمنها اكتر وتقول لها نروح لابوكي عشان نطمن. وبيبدأوا وقتها يمشوا في ضلمة غريبة، ومش موجود أي مصدر نور تاني غير الفانوس اللي مع كلير. بس فجأة بيظهر راي اللي بيجي وبيطمن زوي، اللي بيبدأ يأكد لها إنه خلال المراقبة بتاعته ما شافش أي حاجة تخوفهم. وقتها زوي بتقوم عشان تطمن على الإقفال، وفجأة راي بيقول لها مش عايزة تشوفيهم عشان تطمني بنفسك عليهم، دي حاجة أول مرة تحصل وعشان كده أمها كلير كانت خايفة عليها. وقتها زوي بتطمنها وبتقول لها ما تخافش وإنها عارفة كل القواعد، اللي كانت أهمها القاعدة التانية اللي بتقول إنها ما تفقدش السيطرة على نفسها، وكمان ما تفتحش الباب أبدا، وإنها ما تتكلمش على المتنفسين. ساعتها بتبدأ تتشجع وتطلع على السلم اللي يوديها على الباب. أول لما بتوصل للباب بنكتشف إن هو مربوط بكمية كبيرة من السلاسل، وبتبدأ زوي تتأكد إنهم مربوطين كويس، وبترجع تنزل مرة تانية وبتبدأ تحفر على الحيطة بالسكينة. عدد الأيام اللي هم موجودين فيها في نفس المكان اللي كان 301 يوم. وبيجي وقت الفطار وبتبدأ كلير تختار من الوجبات الجافة اللي موجودة، وبتستقر في الآخر على الفاصوليا. بس زوي بتقول لها إنها مش بتحبها وإنها عايزة تاكل خوخ. لما بيجي أبوها بيصمموا إنهم يعملوا قرعة عشان يعرفوا ياكلوا إيه. وقتها بيكون نتيجة التصويت إنهم ياكلوا خوخ. وبتبدأ وقتها زوي تفتح العلبة في الوقت اللي بيحاول فيه راي يشغل مصدر المية الوحيد ليهم، واللي كان أغلب الأوقات بيتعطل، بس بيقدر راي إنه يصلحه. وطبعا ده بيحصل بعد صعوبة كبيرة، وبيقدر بعدها إنه يشغل المية. بس فجأة بتقول لهم زوي إن في حد جه وسرق الخوخ، وطبعا وقتها بيستغرب أبوها وأمها. ولما بيروحوا عشان يبصوا على العلبة بيتفاجئوا إنها مخرومة من الجنب. ساعتها بيبتدوا يجردوا كل العلب اللي عندهم واللي كانت معظمها مخرومة، وللأسف بيكتشفوا إنهم 12 علبة. طبعا دي كمية أكل كبيرة تكفيهم لمدة أسبوعين. ولما بتسألهم زوي عن مين اللي عمل كده بيقولوا لها أكيد فار. وقتها بتقول له ازاي الفار يخش والباب قافلينه كويس. وقتها بتقول لها كلير ان مش الباب هو الطريق الوحيد للدخول. بتبدأ انها تبص على فتحة التهوية اللي موجودة فوقيهم. ساعتها زوي بتسألهم هما ممكن المتنفسون يخشوا من هنا؟ ساعتها بيقول لها راي استحالة لان دي صغيرة جدا عليهم. بالشكل ده بيرجعوا ياكلوا الفاصوليا مرة تانية. طبعا زوي ما كانش حابة انها تاكلها، وكمان بتتضايق. وبترجع كلير تفكرها مرة تانية انها ما تفقدش السيطرة على نفسها وما تخليش الغضب يتمكن منها. دي القواعد اللي ملتزمين بيها في المكان ده. وبيبدأ وقتها أبوها يشجعها وبيقول لها إنها لازم تاكل كويس عشان لما يجي اليوم إنهم يطلعوا فيه من المكان ده تكون بصحة كويسة وتقدر تتحرك، وخصوصا إن ده الملجأ الوحيد ليهم وإنهم هم الوحيدين على قيد الحياة. وبعد لما بيخلصوا بيحاول يلعب معاها شوية إنهم يعتبروا أصحابها الوحيدين. وبعدها بيبدأ راي يجهز نفسه عشان ينام، إنه سهران طول الليل كان بيراقب المكان. وبيبدأ يقول لكلير ان بسبب اللي حصل لازم يضطر يخرج برا عشان يلاقي اكل. وساعتها بتقوله ان ده خطر وانهم لسه اكيد بيدوروا علينا. بس وقتها راي بيفكرها بالقاعدة الوحيدة اللي اتفقوا عليها اول ما جم للمكان ده، وهي ان بنتهم زوي الحاجة الوحيدة اللي لازم يهتموا بيها ويحموها. وبعدها بتخرج لزوي وبتقرر انها توريها النهاردة حاجة جديدة. بتبدأ إنها تمسك عصاية غريبة موجود فيها شوية عدسات بيستخدموها وقتها زي البيروسكوب، وبتديها لزوي عشان تشوف السطح الخارجي. وفعلا بتبدأ زوي تطلعها من فتحة التهوية. ساعتها بتكتشف المنظر بره، وطبعا بالشكل ده بنتأكد إنهم قاعدين في نفق تحت الأرض. كمان هم مستخبيين من كائنات موجودة بره اسمهم المتنفسون. ولما بتسألها كلير هي شايفة إيه بتقول لها مش شايفة غير الملعب والمدرسة، إن فعلا والدها عنده حق لأن مفيش أي حد عايش غيرنا. لما بتسألها طب شايفة ما بالملجأ اللي احنا فيه
وبتبدأ زوي تدور مرة تانية وبتقول لها إنها مش شايفاه، وده لأنهم هم مغطيينه بشكل كويس عشان محدش يقدر يوصل له. ولما بتنزل زوي بتبدأ تسأل أمها إن ممكن فعلا أصدقائهم وجيرانهم يكونوا مستخبيين تحت الأرض زيهم من المتنفسين اللي أكيد بيكرهوهم لأنه بيحاولوا يصطادوهم طول الوقت. وساعتها كلير بتقول لها ممكن إنهم مختلفين عنا زي ما احنا بنخاف منهم هم بيخافوا منا، وده كله حصل في نفس اليوم اللي جينا فيه المكان ده. وقتها زوي بتشوف الفار اللي كل أكلهم وبسرعة بتصحي أبوها اللي بيتحرك بسرعة عشان يقضي على الفار واللي للأسف بيهرب منه، بس اللي بتقضي عليه في الآخر هي كلير. وللأسف بعدها بيبتدوا يشموا ريحة غريبة وبيتفاجئوا إنهم لما حاولوا يقتلوا الفار قعوا الفانوس على الترابيزة واللي ابتدت تولع، ولأنهم اتأخروا عليه فترة كبيرة فطبعا ده خلاه إنه ينفجر. وساعتها بيتحرك راي بسرعة عشان يطفيه بالمية واللي كانت واقفة كالعادة، بس بصعوبة بيرجع يشغلها وبياخد المية وبيحاول يطفي النار هو ومراته، وبعد صعوبة بينجحوا انهم يطفوها. ولما بيدوروا على زوي مش بيلاقوها، بس بيلاقوا عروستها تحت الرماد، ولما بيدوروا عليها بيلاقيها مستخبية في مكانها تحت السرير. وبيحاول ابوها يطمنها وبيرجعها أوليف صاحبتها، بس ده ما بيطمنش زوي، بتقول لهم انها خايفة لانهم هيشوفونا. بتبدأ تبص على فتحة التهوية واللي كان الدخان خارج منها، وبالشكل ده المتنفسين اكيد هيشوفوهم بسبب الدخان الكتير اللي طالع من الفتحة. بيرجعوا يفتكروا قبل اليوم اللي يوصلوا فيه للملجأ اما كانوا عايشين حياتهم العادية فوق الارض في بيتهم، بس فجأة بتلاحظ كلير حاجة غريبة بيعملوها جيرانهم، وهي انهم بيجهزوا شنطهم بطريقة غريبة وأكنهم بيهربوا من حاجة. ولما بيحاولوا يسألوهم ايه اللي بيحصل مش بيردوا عليهم. وقتها بيلاقوا ابنهم الصغير جوي وبيسألوه ايه اللي بيحصل، اللي ابتدى يقول لهم انهم ماشيين لان رجل الحكومة قال ان في فيروس انتشر بيخلي الناس يتحولوا للأسوأ. ساعتها بتشد امه تقول لكلير انهم لازم يغادروا المدينة في اسرع وقت. لما بيخرج راي بيلاقي كل جيرانهم فعلا بيهربوا. وبعدها بنرجع للمخبأ مرة تانية وبيقول لهم راي ان المتنفسين اكيد مش هيشوفوا الدخان لانهم خلاص في الغروب والدنيا اكيد ضلمت، وعشان يتأكد بيستخدم البيروسكوب ومش بيلاقي وقتها اي حد بس الدخان مالي المكان. وبتبدأ وقتها كلير تخاف لأول مرة لأن المتنفسين أكيد هيلاقوهم، بس راي بيقول لها إنهم حتى لو جم مش هيلاقوا باب الملجأ، وده لأنهم مخبيينه كويس. بس فجأة بتنصدم راي لما بتقرب من الرماد وبتلاقي إن الخشب بيطلع نار صغيرة أي حد أكيد فوق هيشوفها، وده اللي بيخلي كلير وقتها تقترح على راي عشان يطلعوا لأول مرة على السطح من 300 يوم ويقدروا يخفوا الرماد اللي موجود فوق عشان محدش يوصل لهم. وفعلا بيطلعوا وبيوصي زوي إن ما تفتحش لحد أبدا، وبيبدأ راي إنه يشيل كل السلاسل. قبل ما يطلع بيوصي كلير إنهم مش هيفضلوا فوق لأكتر من 3 دقايق، وبيفتح بعدها قفل الباب وبيزقوا وبيطلعوا وبيقفلوا على زوي مرة تانية. وبتبدأ زوي تسمع خطواتهم وهم ماشيين على الأرض، بس طبعا عشان تطمن فبتبدأ إنها تستخدم البيروسكوب وبتبص عليهم، وبتفضل وقتها تلف بيه لغاية لما بتشوفهم وهم بيحاولوا يداروا الرماد اللي موجود. بس لما بتبص على الغابة من بعيد فبتلاحظ إن في حد بيتحرك، وده اللي بيخليها تصرخ وتنادي على أبوها وأمها عشان تنبههم، وطبعا مش بيسمعوها لأنها تحت الأرض. وساعتها بتقرر زوي إنها تجري بسرعة ناحية الباب وتحاول بكل قوتها إنها تفتحه وتخرج بره عشان تنبه أبوها وأمها. بتتفاجئ لما بتخرج ومش بتلاقيهم موجودين. طبعا وقتها بتبدأ تصرخ وتنادي عليهم بأعلى صوتها، وكمان بتجري حوالين المكان عشان تعرف هم راحوا فين، لغاية لما بتوصل لها أمها وبتمسكها وبتحاول تطمنها. بساعتها بتقول لها المتنفسون اللي بيتفاجئوا إنهم عبارة عن مجموعة غزلان بيهربوا من حاجة، وطبعا أكيد اللي بيهربوا منه هم المتنفسون. وبأقصى سرعة بيقرروا إنهم يجروا يحاولوا إنهم يرجعوا للملجأ مرة تانية قبل ما يجوا. ولما بيدخلوا بيتأكد راي إنه قافل الباب وراهم، بعد لما بنشوف إن المكان اللي فوقيهم مهجور بشكل كامل. وبيبدأ كمان إنه يقفل السلاسل اللي ماسكة الباب، وبيبدأ وقتها يسمع إن كان حد قرب ولا لأ. وفجأة بيقول لهم إن في صوت خطوات، وبيبدأوا فعلا يسمعوا خطواته وهو بيتحرك فوقيهم. بيقول لهم راي إن هو أكيد واحد بس. ساعتها بتستغرب كلير وبتقول له إنهم دايما بيتحركوا في مجموعات، فأكيد هو الوحيد اللي شاف الدخان وتحرك ناحيته. وقتها زوي بتنهار وبتبقى مش عارفة توقف عياطها. رغم اللي بيحصل بيحاول أبوها إنه يهديها، الطريقة اللي كان متعود دايما بيها إنها تخليها تتخيل حياتها القديمة. بس فجأة بيسمعوا خطواته وهو بيتحرك ناحية الباب، وطبعا وقتها كلهم كانوا قلقانين إنه يوصل للباب ويحاول يفتحه. وكانت الصدمة لما بيشوفوا إن الزنبالك بتاع عروسة زوي متعلق في مسمار، ولو ساب العروسة هتعمل صوت.
وللأسف بيسيب وبتبدأ العروسة إنها تتكلم، وبأقصى سرعة بياخد ري العروسة وبيحاول يشوف البطاريات لغاية لما بيفتحها وبياخدها وبيكسر السماعات اللي فيها خالص. للأسف حرصهم ما جابش نتيجة، وبيبدأ الباب إنه يتفتح، وبيحاول اللي بره إنه يفتح الباب بكل قوته لدرجة إن السلاسل كمان ابتدت تتكسر واحدة ورا التانية. بساعتها بيجري ري لأنه محتاج دعامة عشان يدعم الباب، وبيكسر ماكينة المية عشان ياخد المواسير بتاعتها. وفي الوقت ده بتطلع كلير للباب وبتحاول تمسكه. وقتها بيكون راي بيكسر الماسورة وبيوصل لكلير، بس للأسف بيكون الباب اتفتح جزء منه وبيظهر منه المتنفسون، بس بيطلع راي وبيضربه بالحديدة اللي معاه، وبعدها بيقفل الباب وبيحطها كدعامة للباب. وبيرجعوا ينزلوا مرة تانية بعد لما اتأكدوا ان الباب مش هيفتح، وبيبدأوا يستغربوا وقتها وليه مش عايز يمشي لغاية دلوقتي. ووقتها بيحصل اللي كانوا خايفين منه، وبتبدأ كل حاجة موجودة حواليهم انها تهتز، وبيعرفوا انه ما كانش عايز يمشي لانه مستني باقي المجموعة لما وصلت له. وبيرجع ري يفتكر لما خدوا العربية بتاعتهم وابتدوا يهربوا زي الجيران عشان يوصلوا لمدخل المدينة ويتخلصوا من الناس المريضة، بس بيتفاجئوا بكل العربيات بترجع مرة تانية. وبعد شوية بيوصلوا فعلا لمدخل المدينة، وهناك كانت كل العربيات واقفة. تبدأ وقتها طيارة فوقيهم تلف وتحذرهم ان الحكومة دلوقتي فرض الحجر الصحي، ولازم على المواطنين يرجعوا لبيوتهم مرة تانية عشان يحجموا انتشار الفيروس ويقدروا يسيطروا على المرض. وفجأة بيلاحظوا ان الجبل اللي فوقيهم بيتهز. ولما بنرجع للمخبأ بتاعهم مرة تانية بنلاقي ان المتنفسين بعددهم الكبير بيقدروا انهم يكسروا الباب، وبسرعة بيفتحوه وبيبدأوا انهم ينزلوا منه بعدد كبير. وقتها بيحاولوا يهربوا وبيولعوا في الستارة عشان تحميهم. طبعا الطريقة دي مش هتحميهم بشكل كبير، عشان كده بيحاولوا يهربوا من فتحة التهوية اللي فوقيهم. وبتخرج الأول كلير من الفتحة، ولما بتلاقي إن المكان أمان فوق فبيطلع لها زوي، بس وقتها بيقدر المتنفسين إنهم يدخلوا. لما بيحاول ري إنه يطلع هما كمان مش بيقدر لأن الفتحة صغيرة، وساعتها كان مضطر إنه يكسر كتفه. ساعتها بينجح فعلا إنه يطلع فوق السطح، وللأسف بيوصلوا المتنفسون وبيشدوه. وساعتها بيبدأ يودع كلير، بيرجع يفكرها بوعدهم إن زوي هي أهم حاجة ليهم بإنها لازم تحميها بأي طريقة. وبينزل مرة تانية للمتنفسين واللي كانوا محوطينه من كل مكان. فجأة بيسمعوا من فوق صريخه والدم اللي بيغرق المكان. بتبدأ كلير تاخد بنتها وبتحاول تهرب، بس وهما بيجروا بتقع عروسة زوي. في النهاية بيوصلوا لمدخل المدينة واللي حصلت عنده كل حاجة، ويتفاجئوا وقتها لما بيلاقوا إن في طيارة بتلف فوقيهم واللي بترمي عليهم شبكة بتأيد حركتهم وتوقعهم. وفجأة بيقرب منهم المتنفسون، بس الغريب إنهم ماسكين أسلحة. موجود علم أمريكا بادج على هدومهم، وإن عينيهم اللي بتنور بتطلع إنها نظارات رؤية ليلية. وبيطلع واحد منهم مسدس فيه إبرة، وبياخدوا منهم الاتنين عينات. وبترجع زوي تفتكر لما كانوا واقفين عند الجبل وهو بيتهز، بس بيلاقوا إن في طيارات حربية ملت المكان، وابتدوا إنهم يضربوا كل المدينة بالأهالي اللي موجودين بالصواريخ. ساعتها كانوا مصدومين من الحكومة بتعمله. لما بيلاقوا الطيارات جاية عليهم بتقول لهم كلير إن في ملجأ في المدرسة اللي شغالة فيها كون آمن كتير ليهم من هنا. فعلا بيطلعوا على الجبل. ساعتها بيتفاجئوا إن الكوبري اللي واقفين عليه كله اتفجر، وبيفضلوا يجروا لغاية لما بيوصلوا لباب المخبأ. في اللحظة الأخيرة بيفتحوه وبينزلوا جواه قبل ما يفجروا المكان اللي فوقيهم. لما بينزلوا بيلاقوا ان المكان مجهز بشكل كامل، فيه كمية كبيرة من الاكل وكمان صندوق العاب للاطفال. بس فجأة بتقول لهم كلير ان الباب عورها. بتشوف ان دمها بقى اسمر، وده معناه ان الفيروس كان منتشر في الجو وانهم كلهم دلوقتي متصابين. الدليل الجرح اللي في ايديها. بنلاقي فعلا ان الدم اللي بيسحبوه لونه اسمر. بنلاقي ان المتنفسون بيبتدوا يتكلموهم، بيسألوهم ان كان هي وبنتها في حد معاهم تاني ولا لا، وللأسف بيبدأ يعتذر ليهم على اللي هيعملوا معاهم بعد لما بيتأكد من إصابتهم. وبتبدأ وقتها كلير تفرج أعصابها، تزعق فيهم وتقول لهم إنها مش هتخليهم يعملوا حاجة في بنتها، لغاية لما فجأة بتفقد السيطرة على نفسها وبيبدأ شكلها يتغير، وبتتحول فعلا لوحش لأنها فقدت أعصابها. دي كانت من ضمن القواعد اللي ملتزمين بيها جوه الملجأ، وده نفس اللي حصل لراي لما فقد أعصابه وتحول هو كمان، وابتدى إنه يقتل في كل الجنود اللي حواليهم اللي كانوا مسميينهم المتنفسون، اللي اضطروا في النهاية إنهم يخلصوا عليه بالرصاص. ساعتها بتقدر كلير وزوي يهربوا، وساعتها بتبدأ كلير إنها تقتل وتهاجم كل الجنود اللي حواليها، لغاية لما بيقدر جندي إنه يصيبها في كتفها. لما بيقرب عشان يقتلها فبتخرج زوي هي كمان وبتدافع عن أمها، بعد لما بتتحول وبتبدأ هي كمان إنها تقتل فيهم. بعدها بتتحرك لأمها وكانت قربت إنها تقتلها، بس بتقدر كلير إنها تهديها وتفكرها بنفسها.
ده اللي بيخليها ترجع مرة تانية لطبيعتها البشرية، وبيرجعوا مرة تانية يحاولوا يهربوا لغاية لما بيوصلوا لهدم موجود وسط الغابة بيدخلوا جواه، ووقتها بيقع الجاكيت بتاع زوي. بعد شوية بيحسوا ان في حد داخل عليهم، ويتفاجئوا انه طفل صغير اللي بيكون جوي ابن جيرانهم، وبيقول لها انه لقى الجاكيت بتاعها، وبياخدهم بعدها للمكان اللي مستخبي فيه هو وعيلته، واللي كان عبارة عن ملجأ تاني تحت الأرض بس أكبر وأوسع، واللي كان موجود فيه عدد كبير من الناس اللي متصابين زيهم. وقتها بيضطروا ينزلوا هما كمان عشان يعيشوا معاهم.